مساء الخير لكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم ولكم التحيه في كل انحاء الوطن العربي مع حلقه جديده من الكره العربيه، وبنتقابل معاكم ومع طبعا كل محبي كره القدم العربيه في كل مكان، بنتعرف على كل اخبار كره القدم في الوطن العربي. النهارده بيشرفنا في استوديو الكره العربيه الكابتن احمد رضا حميده مدرب نادي القادسيه الكويتي. اهلا بحضرتك معانا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك وسعيد بتواجدي معاكي، وان شاء الله تكون حلقه مميزه يستمتع بها المشاهدين ان شاء الله. والله احنا اسعد طبعا بوجود حضرتك، والحمد لله على سلامتك من الكويت. الله يسلمك. الله يخليك. اجازه بمناسبه المونديال اكيد. بالظبط، هي فتره مصر. امتحانات. حضرتك انا عارف انا شغال هناك في قطاع الناشئين في نادي القادسيه الكويتي. فعندنا فتره الامتحانات الاولاد بيمتحنوا فيها، بنديهم اجازه. فبنستغل احنا الفرصه ان احنا ننزل نشوف اهالينا ونشوف بلدنا ونشوفكم طبعا. وان شاء الله بنرد يعني تاني بعد الاجازه ان شاء الله. ان شاء الله. اخبار بقى التدريب هناك في نادي القادسيه، واخبار كمان نادي القادسيه بقى في الدوري الكويتي، نتكلم كده بسرعه عنه. هو احنا قطاع الناشئين عندنا يعني من اقوى قطاعات الناشئين هناك في دوله الكويت. يمكن القادسيه الكويتي معروف على مستوى الوطن العربي كله، مش بس الكويت. عندنا ماسك مرحله 13 سنه. عندنا طبعا المراحل هناك السنيه بتبدا من سن 21 سنه، سن 18، بعد كده سن 16، بعد كده 14 13 حضرتك وانت نازله يعني. فعندنا ما شاء الله قطاع حاجه كويسه، مدعوم بشكل كويس، لان المسؤول عن القطاع هناك مدير قطاع الناشئين هناك السيد رفاعي الدحاني. ده داعم بشكل كويس جدا للقطاع، لان هو عضو مجلس اداره النادي وامين سر مساعد للنادي، فمدي سبورت قوي جدا للقطاع. فما شاء الله يعني الحمد لله القطاع من انجح القطاعات الموجوده في الكويت. طبعا يعني الدوري الكويتي كمان يعني بعد بقى العوده كانت فتره طويله توقف اللي اتمنع فيه طبعا اقامه اي فعاليات كره قدم. دلوقتي وضع الدوري الكويتي ايه بعد العوده بقى والكفاح لاعاده الكره الكويتيه على المسار الصحيح اللي كانت طبعا عليه؟ كانت الحقيقه كره قدم قويه، وده كان منعكس كمان على منتخب الكويت. بالظبط، يمكن زي ما حضرتك ذكرتي كان في توقف دولي بالنسبه لدوله الكويت. وطبعا التوقف ده اتشال، ومجرد لما التوقف اتشال حسيت ان في انتعاشه عموما في الدوري الكويتي، من حيث ان طبعا اللاعبين يمكن الاول ساعه التوقف كان ما فيش احتراف بشكل كامل. دلوقتي الاحتراف دخل بشكل كامل، المحترفين بتدفع فيها ارقام كبيره جدا. يعني الدوري بقى اقوى كتير، لان هم برضه شايفين الدوريات العربيه اللي حواليهم بقت قويه جدا. الكويت على فكره كانت من الدوريات القويه جدا في الخليج. كان منتخب الكويت في العصر الذهبي كان منتخب قوي جدا، كان بينافس على ابطال اسيا، وخد ابطال اسيا قبل كده، وكان بينافس بشكل كويس جدا. لكن بقى لهم فتره كبيره فعلا بعاد. فهم المسؤولين هناك عن الكوره والرياضه في الكويت بيحاولوا يرجعوا بالمنتخب عن طريق طبعا الدعم اللي احنا شايفينه الفتره دي. وان شاء الله يعني الدوري بقى اقوى شويه وبقى فيه اهتمام. والمحترفين حتى اللي انا اتكلمت عليهم من شويه، المحترف دلوقتي بقى يدفع فيه رقم، زمان ما كانش بيدفع في الكلام ده. دلوقتي بقى المحترف بيجي الكويت، يعني الاول كان المحترف يفكر قبل ما يجي الكويت ان هو يجي او لا بسبب قوه الدوري من ضعفها. لكن حاليا المحترف بيطلب ان هو يجي الكويت، لان في مقابل بياخد مقابل كويس جدا يعني. طبعا يعني نبدا اخبارنا بقى مع الكره العربيه، ونعرف طبعا تعقيب وراي كابتن احمد عليها. هنبدا مع حصاد العرب في كاس العالم 2022. المغرب الحصان الرابح، وهو مش حصان رابح وبس، هو الظاهره اكيد في المونديال، وارقام قياسيه بالجمله. طبعا شفنا اداء المغرب ولقبوه بالحصان الاسود، ولكن في رايي يعني العديد من النقاد والاعلاميين الرياضيين ان هو كان اكتر كمان من الحصان الاسود، هو كان المفاجاه والظاهره في هذه البطوله. واحنا المنتخب المغرب يعني فاجئنا كلنا الصراحه يعني، وحقق انجاز تاريخي يعني ما حصلتش قبل كده في الدول العربيه عموما، ان هو يوصل اللي وصل ليه المنتخب المغربي. انا صراحه كنت شايف في اداء رجولي من اللاعبين داخل الملعب. كان في حماس جامد جدا من اللاعبين ان هم يكونوا يحققوا، يعني يمكن رغم الخساره طبعا من فرنسا منتخب كبير وحامل اللقب. طبعا حتى لما خسروا من فرنسا خسروا بشرف، وكان اداء مميز جدا. عملوا الصراحه مفاجاه وعملوا انجاز كبير للعرب كلهم يعني. السعوديه كمان بانجازها بالفوز على الارجنتين في اول مباراه ليهم في المونديال، والارجنتين يعني بعد كده بتشاء بقى الاقدار والعنايه الالهيه ان هي اللي تاخد
البطوله. بالظبط. يمكن السعوديه، يمكن انا لو نتكلم على السعوديه ايضا ونتكلم على تونس، يمكن شايف المنتخبين دول في دوري المجموعات ادوا بشكل كبير جدا واداء يمكن مشرف. طبعا الظروف اللي هي منعت او الظروف اللي حصلت في الاصابات اللي حصلت في المنتخب السعودي اثرت طبعا عليهم في المباريات اللي بعد كده، لكن عملوا ان شاء الله مباراه قويه جدا، فاجئونا كلنا امام المنتخب الارجنتيني طبعا وفازوا عليه. لكن المباريات اللي بعد كده ادوا طبعا، عملوا اداء كبير جدا، لكن انا بقول ان الاصابات اثرت على المنتخب السعودي. اكيد. على الرغم طبعا من التنظيم الرائع لقطر، ولكن المنتخب كان عكس التنظيم وعكس التغطيه اللي حصلت للمونديال من قبل الجانب القطري. فخيب ظن الحقيقه يعني اسيا والعرب وجمهوره، وخرج من الادوار الاولى في مفاجاه انه يخرج من تاني مباراه ليه بيعلن وداعه للبطوله، ودي كانت يعني المنتخب القطري طبعا بطل اسيا. واللي انا عايز اقوله ان المنتخب القطري كان معاه دعم قوي جدا، دعم جماهيري، بيلعب على ارضه في وسط جمهوره، دعم مادي كبير جدا. يعني يمكن امير دوله قطر كان صرف جامد جدا على المنتخب القطري، لكن اللي احنا شفناه من المنتخب القطري في البطوله اداء طبعا مخيب، ما كانش فيه روح، ما كانش فيه عزيمه، وعدم الخبره كمان في المشاركه الموندياليه برضه اثرت عليهم. لكن حتى الاداء كان في كمان شحن عصبي عليهم ممكن. لكن احنا شفنا عكس كده تماما المنتخب السعودي والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي، كان في اداء وروح داخل الملعب. شاركوا كتير في المونديال برضه يعني عندهم يعني خبره مشاركه على الاقل. ان النهارده المحاوله ان انا عايز اكسب، المحاوله ان انا عايز اوصل، دي حصلت من المنتخب السعودي وحصلت من المنتخب التونسي. حاولوا، لا ما حصلش نصيب، بس في محاوله. لكن المنتخب كانوا مستسلمين تماما، في استسلام ما كانش طبيعي يعني. طبعا يعني حصيله اهداف العرب في المونديال هي 9 اهداف. المغرب ب4 اهداف، المنتخب تونس 3 اهداف، هدف وحيد لكل من تونس وقطر. بالظبط. عفوا السعوديه وقطر بالظبط. يمكن طبعا المنتخب المغربي هو اكبر لان هو كمل طبعا في الادوار اللي بعد كده، فطبعا ليه النصيب الاكبر في الاهداف. والمنتخبات اللي هي السعوديه وقطر هدف لكل منهم، بحيث ان هم خرجوا برضو من الدور الاول، فده طبيعي ان هم حصيله الاهداف تكون قليله عندهم يعني. كمان عدد نقاط المنتخبات العربيه في كاس العالم 2022 جمعت المنتخبات الاربعه 14 نقطه، نصهم كان لصالح منتخب المغرب. منتخب تونس في الوصافه ب4 نقاط، و بدون يعني طبعا كمان المنتخب السعودي جمع 3 نقاط، ومنتخب قطر ولا نقطه. بالظبط. يمكن ده حصيله اللي هي دوري المجموعات زي ما بيقولوا يعني. هل شايف ان عدد الاهداف للمنتخبات العربيه قليل؟ حضرتك قلت عشان خرجوا بدري. في بعض المنتخبات خرجت بدري، ده طبعا قليل، لان برضه احنا بنيجي نرجع لموضوع الاستحواذ الاكبر كان للمنتخبات. يمكن احنا كمنتخبات عربيه اشتغلنا بسيناريو ان احنا بننزل نقفل ملعبنا من الثلث الوسطي وبنقف، بحيث ان احنا بنشتغل على جمله معينه او لعبه معينه، بحيث ان احنا خدنا تعادل بيبقى احنا كسبنا نقطه، خطفنا زي ما السعوديه خطفت الارجنتين وخدت 3 نقاط. لكن في الارجح كنا بنلعب على الزون اللي هو الشغل اللي هو الدفاع، بنأمن بحيث ان احنا نطلع باقل هزيمه او مش اقل هزيمه، بحيث ان احنا ناخد المكسب اللي هو يكون نقطه، او لو ربنا كرم بهدف يبقى خدنا 3 نقاط. فده حصيله ان احنا كنا بنلعب بسيناريو معين يعني، مش السيناريو اللي هو اللعب او الطريقه اللي هي الهجوميه. احنا كنا دايما معظم المنتوشه او معظم المنتخبات العربيه كانت بتلعب بطريقه حتى المغرب. لا المغرب مختلفه شويه كانت حره شويه في لعبها، مختلفه، لان انا بتكلم على اللي هم الثلاث فرق اللي هم بالظبط المنتخبات اللي هم لكن المغرب انا بصنفها او بحطها مع او بحاول افصلها شويه على ال3 منتخبات لان هي كملت عدت المراحل كلها. طبعا في 8 لاعبين احرزوا اهداف او 9 اهداف العرب في المونديال. احسن هدف عربي في رايك كان مين؟ انا كنت شايف اللي هو بتاع الزياشي لاعب المغرب، حكيم زياشي بالظبط. في ماتش لا مش متذكر الماتش، بس متذكر الهدف يعني. بس الماتش بالظبط مش متذكره. كان هدف جميل. نشوف بقى تغيير يعني الحصيله بقى العربيه بعد المونديال. اكيد تصنيف الفيفا بيتغير بالظبط. ازاي بقى اثر المونديال على تصنيف المنتخبات العربيه الاربعه المشاركه؟ وجدنا ان المغرب تقدم من المركز ال22 للمركز 11 في تصنيف الفيفا
بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين. في ناس تساءلت طب ليه ما يبقاش في المركز الاربعه على اساس ان هو رابع كأس العالم؟ هي بتختلف في تصنيف الفيفا عن تصنيف المونديال. بالظبط، ان ده تراكمي. النهارده انا في الفتره دي اشتغلت وحصدت مثلا المركز الرابع، لكن الفتره اللي قبل كده انا ما خدتش فيها حاجه. نفس المنتخب المصري ثبت على مكانه رغم ان هو كسب، هنتكلم فيها، كسب بلجيكا عندنا في الكويت، لكن النهارده وقف لان النهارده مفيش حصاد، مفيش قبل ومفيش بعد. فالنهارده المنتخب في الحاله دي صعد، النهارده كان في مركز معين صعد للمركز ده على تحقيقه المركز الرابع في كاس العالم. امتى بقى يقدر يصعد عن المركز ال11 لو حقق منتخب المغرب في الفتره اللي جايه؟ لان هو على مدار لو حقق فوز حتى لو ودي او رسمي الفتره اللي جايه يعني هو هيجي له منتخب المغرب، هيجي له مباريات رسميه الفتره الجايه رسميه. لو في فوز والمنتخبات اللي هي مقابل ليه في التصنيف بتخسر، لا هو بيصعد والباقي بينزل. هي كده يعني، ده تصنيف فيفا يعني. السعوديه تقدمت مركز 51 ل 49. تونس حافظت على المركز ال30، هي كانت في المركز ال30 وحافظت عليه. قطر تراجعت 10 مراكز من المركز 50 للمركز ال60. نقول برضو مصر والجزائر على اساس ان كانوا بيشاركوا في استعدادات المونديال. المنتخب المصري مركز 39، المنتخب الجزائري تراجع 3 مراكز الى المركز ال40 من المركز 37. بالظبط. يمكن احنا اتكلمنا على منتخب قطر تراجع لان طبيعي ان هو احنا اتكلمنا ان هو كان داخل رغم ان هو شارك في المونديال المفروض تصنيفه بيعلى شويه، لكن هو كان في حاله من التراجع حاله من الاستسلام، فطبعا تصنيفه طبيعي ان هو بيرجع يعني عكس المنتخبات الثانيه يعني. هنذهب الآن مع الكابتن عبد الحق العليمي المدير الفني السابق لنادي الصفاقسي التونسي، وهيكلمنا أكتر عن حصاد المونديال. يعني هو كان طبعا متواجد معانا أثناء المونديال بالتحليل الفني لكل مباريات المنتخبات العربية، وأيضا على المنتخبات اللي أدت بشكل كويس في المونديال حتى وصول الأرجنتين وفوزها في كأس العالم. أولا بنشكر حضرتك جدا كابتن عبد الحق العليمي على كل الرسائل الرائعة والاتصال الرائع اللي كنت دايما بتحرص على انك تكون موجود معانا من خلال ايام المونديال. استفدنا من حضرتك كتير. احنا دلوقتي في الحصاد، فرأي حضرتك في الحصاد المونديالي بالنسبه لحضرتك ورأيك في المونديال بنفسه، المونديال نفسه وتنظيم قطر للمونديال. تحية لك أخت رانيا، تحية إلى كل المشاهدين والمتابعين بقناة النيل وإلى كل من كان معنا في تحليلنا في كأس العالم. أولا أود أن أشكر السفارة القطرية التي وفرت لنا هذا البشت الذي أصبح حاليا في أوروبا كل العالم يسألون عن هذا الزي التقليدي. شكرا السفارة القطرية التي وفرت لي هذا البشت، وأنا أكون من أول المحللين الذين يقوم بتحليل الرياضي بعد كأس العالم بهذا الزي الذي أنا فخور جدا أن أكون بهذا الزي العربي الأصيل. أولا أخت رانيا سأتحدث وسؤالك بصفتي متواجد بالنمسا، وهناك عديد الاتصالات مع مدربين أوروبيين ومع لاعبين ومع مع الشعب بكافة أسرى من أوروبيين بصفة يعني أتقن اللغة الألمانية وأتقن اللغة السلوفاكية التي هي لغة سلافية، يعني أفهم الصربيين والبولنديين والكرواتيين. وهذه المنتخبات كانت موجودة وكان لنا احتكاك، تعرف كأس العالم المباريات وتبادل الآراء. سأعطي آراء العالم الأوروبي كذلك الألمان. وأولا أنا أقول كمدرب ومحلل رياضي كنت في البداية متخوفا هل أن فعلا قطر قادرة، ولكن بحفل الافتتاح أيقنت أن هذا البلد الصغير كبيرا بتنظيمه، أيقنت أنه أعد واستعد لهذا التنظيم بكأس العالم، تنظيم عالمي. ثم ببداية المباريات عندما تشاهد الملاعب، عندما تشاهد الجماهير، عندما تشاهد التصوير، عندما تشاهد الأمان، أول مرة نشاهد الجماهير بمختلف انتماءاتها تعيش في حب كعرس كروي بأتم معنى الكلمة. يعني بهرت أقول بالتنظيم الجيد. ثم أقول كانت لي عديد اللقاءات مع بعض الصربيين والكروات رياضيين أو غير رياضيين وبعض الألمان والنمساويين والتشيكيين، كلهم الأغلبية أشادوا وكلهم معجبين. وهناك من رجع من قطر وتحدث معي قال لي أن التنظيم كان رائع، كنا نعيش في عرس كروي، أمان، القطريين فتحوا بيوتهم لنا، كل الخدمات التقنية، المواصلات، الإنترنت، كل كان شيء أقول عالمي ومتفوق حتى على أوروبا. هذا ما أبهرني
وجعلني أحس بفخر. خاصة الجمهور الكرواتي أشاد جدا، والجمهور الصربي، حتى النمساويين الذين تابعوا من التلفاز أقول كانوا مبهورين. أقول الألمان ليسوا كلهم ضد كأس العالم بقطر، حتى أن بعض الإذاعات التي تولت هذا الأمر أنها ضد التنظيم برجوع المنتخب الألماني بانسحابه أجروا لقاءات مع الجماهير العائدة، وكأنهم كانوا ينتظرون ما يريدون أن يسمعونه، ولكن هذه الجمهور خيبت أمالهم. قالت لهم بالحرف الواحد أننا كنا في بلد رائع، بلد أمين، شعب مضياف، تقنيات تفوق التقنيات الأوروبية. وتساءلت الجمهور الرياضية حتى أن المدرب كلينسمان وماتيوس وعديد المدربين العالميين الألمان قالوا لماذا ذهبنا نفكر سياسيا أكثر من رياضيا. يعني أنا أرى أن المنتخب الألماني كان يملك لاعبين جيدين وكان قادرا على الوصول إلى الأدوار النهائية لو ركز رياضيا. على كل حال أقول أن حتى الجماهير الألمانية بنهاية كأس العالم أشادت بهذا التنظيم. كنت فخورا جدا أن أكون على الأقل أشاهد كعربي وأقول تونسي أن أرى التنظيم الرائع. وأذكر شيء بسيط، دخلت إلى مغازة في النمسا لأشتري بعض المقتنيات، وهذه المغازة متعود أن أدخلها يوميا لاشتراء بعض الحاجات، والعاملة تعرفني، أول ما شاهدتني قالت لي مبروك، واستغربت ما معنى مبروك، لماذا مبروك؟ قالت لي أقول لك مبروك لأن شاهدنا من المنتخب المغربي. هنا تذكرت أن كأس العالم. قالت لي نحن كنا نشجع المنتخب المغربي، أنا وزوجي وعائلتي، هي صربية تشتغل في النمسا. يعني الغريب في الأمر فعلا ما يبهر وما يسعد أن الجماهير الأوروبية كانت تشجع المنتخب المغربي، نمساويين، سلوفاك، تشيك. حتى عندما كنت في معايشة مدربين مع تبادل آراء مع بعض المدربين السلوفاك والتشيك، وكان هناك بعض المدربين من رومانيا، كلهم أصروا وقالوا أن التنظيم كان رائع، وأشادوا بالمنتخب المغربي وبلاعبيه. حاليا المغرب معروفة في كل العالم. أقول المغرب أعطت لنا مسؤولية كبيرة على مصر وتونس والجزائر والسنغال والدول العربية والإفريقية أن تعرف قيمة الرهان في كأس العالم السابق. سوف نذهب ليس للمشاركة. إفريقيا أقول المغرب مثلت إفريقيا، وكذلك الكاميرون بأداء جيد، والسنغال، آسيا، اليابان، كوريا، السعودية بأدائها الجيد. هنا أصبح لكأس العالم نكهة، وأظن أن المقاعد الإفريقية والمقاعد الآسيوية قد حاليا أصبح أن زادت فيها إن شاء الله تكون في كأس العالم المقبل. على كل حال كنت سعيدا أن أعيش هذا الحدث بكل فرحته. شكرا لكم، شكرا لقناة النيل، شكرا لك يا أخت رانيا، وشكرا إلى الجماهير الرياضية التي أعطت فينا الثقة في التحليل الرياضي في كل مباريات كأس العالم. شكرا لحضرتك جدا كابتن عبد الحق العليمي، المدير الفني السابق لنادي الصفاقسي التونسي، وطبعا المدرب حاليا اكيد العديد من الانديه في تونس وفي اوروبا كمان. كنا سعداء طبعا بوجود حضرتك معنا في المونديال، ودايما هننتظر من حضرتك رسائل مفيده تعرفنا اكتر عن الكره العربيه. الفيفا بيمنح المغرب والارجنتين اعلى تقييم. الفيفا اعطى للارجنتين امتياز او تقدير ممتاز في ترتيبه وترتيب المنتخبات، او في يعني تقديره للدرجات الاعلى للمنتخبات، وكذلك اعطى للمغرب تقدير ممتاز، اعطى لفرنسا تقدير جيد جدا، واعطى كمان لمنتخب اليابان اشاده وتقدير جيد جدا. بالظبط، هو ده طبيعي اللي احنا بنتكلم فيه. كنا من شويه بنتكلم على التصنيف الفيفا. النهارده الفيفا شايف ان المنتخب المغربي يحقق انجاز بالنسبه للعرب، فطبعا لازم يديله التقدير والتقييم على المباريات والاداء اللي هو اداه. المنتخب الارجنتيني طبيعي ان هو يكون في التصنيف من اول 4 فرق على مستوى العالم. المنتخب الفرنسي طبعا تراجع شويه، او تقييمه كان جيد جدا على اساس ان هو كان حامل اللقب، فالنهارده المفروض ان هو كان يتوج باللقب رغم ان هو وصل للنهائي. لكن الفيفا شايفه ان هو تقييمه يعني ينزل من ممتاز مثلا لجيد جدا، ده وجهه نظرهم يعني. المنتخب الياباني طبعا يمكن هو وجماهيره صوره جميله ومشرفه لبلدهم بعد كل مباراه، تنظيف المدرجات، اداء داخل الملعب، سلوكيات داخل الملعب رائعه جدا. فكان لازم الفيفا تشيد بيهم لان هم فعلا عملوا حاله هناك في قطر. كانت فازوا على المانيا كمان، فازوا طبعا على المانيا، غير الاداء يعني واسبانيا. اداء خارج الملعب وداخل الملعب كان حاجه مشرفه يعني المنتخب الياباني. اكيد. هننتقل الان الى المغرب مع الكابتن حنان جريد مدربه اولمبيك الاسفي المغربي لكره القدم النسائي، وهنروح معاها في جوله وحصاد للكره المغربيه
وبالتأكيد بعد المونديال صوت يعلو فوق صوت منتخب المغرب. لكن أيضا نستمع من كابتن حنان جريد عن حصاد الكرة المغربية لعام 2022. مساء الخير، أهلا بك كابتن حنان. أستاذة رانيا، وتحية لكل متتبعي برنامج رياضة أونلاين على قناة نايل سبور. فبالنسبة للدوري المغربي، من بعد ما توقف لفسح المجال للمنتخب الوطني المغربي للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، ستستأنف البطولة إن شاء الله الأسبوع المقبل، يعني 27 ديسمبر. من بعد ما توقفت في الدورة الثامنة، أخص بالذكر القسم الوطني الأول، فمتصدر الترتيب هو الجيش الملكي مناصفة مع الوداد الرياضي ب18 نقطة. بالنسبة للدوري المغربي فكيضم 16 فريق، من بينهم كما ذكرت الجيش الملكي، الوداد الرياضي، الاتحاد الرياضي توارقة، الفتح الرياضي، الرجاء الرياضي، المغرب الفاسي، أولمبيك آسفي، شباب سوالم، حسنية أكادير، شباب المحمدية، الدفاع الحسني الجديدي، المغرب التطواني، نهضة بركان، مولودية وجدة، أولمبيك خريبكا، واتحاد طنجة. أما بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا فالفائز بآخر دورة هو الوداد الرياضي، وبهذا سيشارك في هذه الدورة إن شاء الله هو والرجاء الرياضي، وكنتمنى لهم التوفيق. بالنسبة للكأس الكونفدرالية الإفريقية فالفائز بآخر دورة هو نهضة بركان. للإشارة فنهضة بركان هو الفائز بكأس العرش هذه السنة، وبهذا سيشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا السيزن إن شاء الله. أيضا سيشارك معه الجيش الملكي لفوزه بالمركز الثالث أو لاحتلاله المركز الثالث في الدوري الاحترافي. وبهذا نتمنى كل التوفيق للفرق المشاركة، وتحية لكم مرة أخرى، وإلى لقاء آخر. شكرا ليكي لكابتن حنان جريد مدربة أولمبيك آسفي المغربي. طبعا بدأت الدوريات في الوطن العربي بالنسبة للدول اللي كانت مشاركة في المونديال وكانت متوقفة فترة مشاركة المنتخبات في المونديال. ده غير ان المنتخبات الثانية او الدول العربية الثانية الدوريات فيها كان في بعض الدوريات طبعا كانت مستمرة، منها مثلا الدوري المصري. شايف بقى عودة اللاعبين المحليين اللي كانوا موجودين مع المنتخب الى الدوري المغربي، وازاي مستوى الدوري المغربي هيتاثر بالايجاب بعد طبعا وصول المغرب الى المركز الرابع عالميا؟ طبعا هو هيحصل انتعاشه طبيعيه في الدوري المغربي، هيكون في حماسه اكبر بالنسبه للاعبين اللي هم كانوا محليين ورجعوا للدوري المغربي، هيبداوا يشتغلوا، وهيكون في تنافس طبعا بعد مع الفرق كلها هناك. انا احس يعني او اتوقع ان الدوري المغربي هيكون ليه جديه اقوى او يعني في حماسه، يبقى في عدوى بالظبط، بحيث ان احنا عدوى ايجابيه، ان كله خلاص كلاعبين حتى لو ما كانوش منضمين للمنتخب عندهم طبعا الحافز ان هم ينضموا، لان هم شايفين منتخبهم دلوقتي وصل لمرحله بطل من ابطال العالم. طبعا يعني ما زالت الاجواء الفرحه يعني بتعيشها الجماهير المغربيه. طبعا كانت الفرحه الكبيره بعد على طول او نفس يوم وصول المنتخب المغربي الى المغرب، وتقريبا كل الجماهير المغربيه، كل الشعب المغربي وفي كل المدن خرج لاستقبال المنتخب او حتى لمشاهده وصوله على الشاشات الكبيره في الميادين. هنروح دلوقتي مع تقرير من الزميله الاعلاميه ساميه الكربه، الاعلاميه المغربيه اللي رصدت لنا حاله الفرحه واستقبال الجماهير للمنتخب المغربي بعد فوزه بالمركز الرابع على مستوى العالم في المونديال. ونرجع مرة تانية. طويرها التاريخ فعلى هذه الأرض. شكرا للزميلة الإعلامية سامية الكربة على هذا التقرير المتميز والصوت الرقيم الحقيقة جدا. بشكرك جدا جدا، وإن شاء الله يعني يكون في تقريرات بإذن الله قادمة نتكلم فيها أكتر عن الكرة المغربية. هنروح الآن إلى لبنان ويعني نتابع بقى أخبار الكرة اللبنانية. وقائد لبنان حسن المعتوق سيغيب عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام الإمارات، هتقام يوم الجمعة المقبل. الودية دي هتقام في دبي،
ده طبعا لتحضيرات منتخب لبنان لنهائيات كأس آسيا 2023. المنتخب اللبناني كان داخل معسكر مغلق على ملعب الصفاء تحت قيادة المدرب الصربي إليتش تحضيرا للمباراة الودية أمام الإمارات. عندهم بعض كمان الإصابات يا كابتن. بالظبط، هو منتخب يمكن المنتخبات الآسيوية كلها بتحضر نفسها بمباريات ودية استعدادا طبعا لتصفيات نهائيات كأس آسيا 2023. فطبيعي ان احنا نشوف مباريات وديه ما بين لبنان ما بين الامارات، حتى برضه على مستوى الكويت عندها مباراه وديه هناك مع المنتخب العراقي في البصره. يعني كل المنتخبات الاسيويه بتحضر نفسها وتستعد بشكل جيد استعدادا طبعا لبطوله نهائيات كاس اسيا ان شاء الله. طبعا هو دلوقتي نادي الانصار هو متصدر الدوري اللبناني بالظبط، من الانديه الكبيره طبعا هناك، من الانديه الكبيره بالظبط، برصيد 27 نقطه. كمان الأندية اللبنانية بتتقاسم ألقاب 2022 وبصمة مضيئة طبعا لشابات الكرة اللبنانية. تبينت طبعا مستويات الفرق وتوزعت الألقاب في عدة أندية. برزت ظاهرة الشغب الجماهيري الحقيقة في 2022 في لبنان. رأيك إيه في يعني حالة الشغب الكثيرة اللي رصدناها كذا مرة في كذا مباراة؟ هو بالنسبه للبنان عموما بشكل عام هناك الامن يعني في عدم استقرار هناك بالنسبه للامن. عندهم بعض الاحداث اللي حصلت لهم المأساويه اللي حصلت لهم مأثره جدا على البلد بشكل عام. فطبيعي ان تتاثر الرياضه، طبيعي تتاثر جميع المجالات هناك في لبنان. بس مع رغم ذلك هم اعرفهم او اصنفهم ان ليا اصحاب كتير جدا لبنانيين هم شعب مثقف بيقدروا يرجعوا بشكل سريع من الكبوات اللي بتحصل لهم. فحتى هم اكبر دليل ان هم رغم ان البلد والاقتصاد الدنيا هناك يعني منعدمه، لكن بيمارسوا رياضتهم، بيشتغلوا، في دوري شغال وقائم، في تنافس من الفرق، في دعم، في شغل بيحصل داخل لبنان. فطبيعي يحصل بعض الشغف اللي احنا بنتكلم عليه، لكن مع ذلك هم بيقدروا يرجعوا بشكل سريع، وده دليل ان الدوريات شغاله بشكل مستمر يعني. هو طبعا اهم اخبار الكره اللبنانيه في عام 2022 تتويج العهد بلقب الدوري اللبناني. كمان منتخب لبنان ما قدرش ان هو يصل الى مونديال قطر. والتتويج الوحيد للمنتخبات اللبنانيه هذا العام كان من نصيب منتخب الشابات تحت 18 سنه، حصدوا لقب بطوله غرب اسيا بعد الفوز على سوريا بنتيجه 5-1. ده يمكن منتخب الشابات يمكن متابعه من فتره يمكن قريبه، سمعنا عنه يعني، يمكن ما كناش بنتابعه قبل كده، لكن حسينا ان في هناك منتخب قوي بينافس بشكل كويس مع المنتخبات الموجوده عموما في اسيا. فوجئنا طبعا ان في منتخب شابات مره واحده ظهر هناك في لبنان. كنا نسمع عن منتخبات مثلا منتخب مصر، منتخب يعني عموما على مستوى العرب، لكن كنت انا اتفاجئت بشكل شخصي ان في منتخب شابات في لبنان. طبعا سمعنا عنه بعد الانجاز اللي هو اللي حصل لهم، فبنتمنى لهم طبعا التوفيق. لبنان تستاهل كل خير، ضوء امل كده وسط المشاكل بالظبط، وسط المشاكل، فدي حاجه كويسه يعني. طبعا بالظبط تسعد الجماهير طبعا. اكيد هم شعب جميل ويستاهلوا كل خير يعني. بالظبط. طبعا هنروح دلوقتي الى بيروت مع الاستاذ الاعلامي سامر الحلبي. هيكلمنا اكتر عن احداث 2022 في كره القدم اللبنانيه. مساء الخير يا استاذ سامر، اهلا بيك معانا وبنقول لك كل سنه وانت طيب وعام جديد سعيد عليك، وبنشكرك طبعا التواجد معانا خلال عام 2022 بكل الرسائل المتميزه طبعا والتغطيه الرائعه اللي قدمتها لنا خلال هذا العام عن الكره اللبنانيه والكره العربيه بشكل عام. كلمنا اكتر بقى استاذ سامر عن يعني احداث كده او تفاصيل بقى الاحداث المهمه في الكره اللبنانيه في عام 2022. تحية إلى كل المشاهدين الكرام وإلى كل الزملاء في قنوات النيل الرياضية. بداية يعني أتقدم من الجميع بحلول العام الجديد 2023. عسى أن يكون هذا العام بإذن الله يعني يحمل الخير والبركة لكل الأمة العربية. تحدث قليلا يعني والمختصر عن ما حدث خلال العام الجاري 2022 من أحداث كروية في لبنان. طبعا كان يعني فريق العهد توج للمرة الثامنة بلقب بطولة الدوري. لقب الكأس كان من نصيب فريق النجمة
طبعا كان من المفترض يعني أن يلتقي الفريقان في مباراة الكأس السوبر، لكنها ألغيت قبل أن تبدأ في ملعب حمدون بعد أحداث شغب. قرر الاتحاد فيما بعد أن يلغيها كليا. المنتخب اللبناني الأول للرجال طبعا يعني أخفق مجددا في الوصول إلى كأس العالم بعدما حل سادسا في المركز الأخير بمجموعته. اللقب يعني الوحيد الذي حصده لبنان كان عبر منتخب الشابات في بطولة غرب آسيا بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب سوريا. منتخب الناشئين أيضا حل وصيفا في بطولة غرب آسيا للناشئين التي أقيمت في الأردن بعد خسارته أمام المنتخب الأردني المضيف في المباراة الختامية. طبعا هذه كانت أبرز الأحداث التي شهدها لبنان خلال العام الحالي. معكم كان سامر الحلبي من بيروت لبنان. تحياتي لكم مجددا وإلى الملتقى في بيروت. شكرا ليك أستاذ سامر، وكل سنة طبعا وكل لبنان بخير، ونتمنى له إن شاء الله عام سعيد كده يعني هادئ بإذن الله من كل المشكلات الصعبة اللي موجودة دلوقتي، وبإذن الله يعود لبنان أجمل من الأول إن شاء الله في العام الجديد. هنروح إلى أخبار الكرة السعودية. ولجنة مسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمدت تسمية نادي الهلال السعودي كممثل لقارة آسيا في بطولة كأس العالم للأندية هتقام في مطلع فبراير القادم في المغرب. رأي حضرتك في الخبر؟ طبعا الهلال السعودي من أكبر الفرق موجودة عموما في آسيا. يمكن الهلال فرقة كبيرة جدا. يمكن شفت لهم مباراة عندنا في الكويت، كان ماتش اعتزال الحارس نواف الخلدي حارس منتخب الكويت. كان الهلال السعودي جاي يلعب عندنا مباراة. يعني يمكن انا شاهدت الموضوع ده من داخل الملعب لان انا كنت داخل الملعب. فرقة كبيرة جدا تقدر اللي هي تكون مشاركة في طبعا بطولة العالم للأندية، اللي هي ممثلة. طبعا اختيار الاتحاد الآسيوي مش بالساهل. الاتحاد الآسيوي عارف يعني ايه قيمة النادي الهلال، عارف قوة النادي الهلال كجهاز فني كلاعبين، من اكبر الانديه الموجوده في اسيا، فطبيعي ان هو يكون مشارك في كاس العالم للانديه. هو طبعا عشان يعني بطوله ابطال اسيا 2022 ما انتهتش بالظبط، وهينطلق بطوله يعني العالم للانديه، فقرروا ان هم يختاروا الهلال لتمثيل اسيا. بالظبط كده. فده طبيعي يعني منتخب فرقه الهلال فرقه كبيره، وهم عارفين مشاركتهم هتكون ان شاء الله مشاركه مشرفه للكره العربيه والاسيويه ان شاء الله. طبعا هنتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الهلال. عنده كمان نجوم محترفين جدا. يمكن انا من مشجعي الهلال السعودي. انا متابع جدا للدوري السعودي. الدوري السعودي دوري قوي جدا، في محترفين كبار بيدفع فيهم فعلا ارقام بنقول عليها فلكيه. يمكن من فتره اتحاد جده تقريبا عرض على كريستيانو رونالدو مبلغ ضخم ان هو يكون موجود في الدوري السعودي. لا، الدوري السعودي قوي، في محترفين اقوياء، فطبيعي ان الهلال انا اتوقع ان الهلال كمان هيحقق حاجه في بطوله الكاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. النهارده كمان بينطلق بقى ديربي النصر والهلال، وفي يعني اهتمام كبير جدا من الجماهير ومن يعني الجميع الحقيقه بهذا الديربي، لان طبعا نادي النصر ونادي الهلال من اكبر الانديه في المملكه العربيه السعوديه. فالنهارده باذن الله على ملعب مرسول بارك هينطلق يعني اللقاء في قمه المرحله العاشره من دوري روشن السعودي، كان متوقف طبعا بسبب مشاركه المنتخب السعودي. بالظبط كده. طبعا ده ديربي معروف في السعوديه، ديربي قوي. طبعا ده عوده الدوري السعودي من جديد، بس طبعا مع عوده مباراه ناريه تكون مشتعله ان شاء الله النهارده. طبعا نتمنى نشوف مباراه على مستوى الكروي، مباراه كبيره، وده متوقع ان شاء الله بغض النظر عن الانتماءات او التمنيات، لكن نتمنى ان احنا نشوف مباراه تليق بالدوري السعودي، وان شاء الله النهارده مباراه ديربي قوي مشتعل ان شاء الله. طبعا نادي النصر هو دلوقتي طبعا استفاد من عدم اقامه مباراه او تاجيل مباراه الشباب واتحاد جده، فهو دلوقتي المتصدر للدوري مؤقتا حتى لقائه مع يعني الهلال السعودي وبقيه بقى لقاءات الدوري. هو دلوقتي عنده 5 انتصارات متتاليه،
4 منها في الدوري، كمان واحده في الكاس. ده بالنسبه ل يعني خطى نادي الهلال. بالنسبه بقى لنادي عفوا نادي النصر، بالنسبه بقى لنادي الهلال بيعاني طبعا لان كان في 4 نجوم او اكتر كمان منه بيشاركوا مع المنتخب السعودي، حصل لهم اصابات للاسف، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد العويس. هل في ربط ما بين ان هم الثلاثه في فريق واحد وما بين الاصابات ولا لا؟ هو طبعا هيأثر طبعا على فرقه الهلال، لان دول نجوم الفرقه ونجوم المنتخب السعودي. يمكن انا اتكلمت مع حضرتك من انا قصدي شويه، الاصابات كلها جايه في الهلال ليه؟ يعني في نجوم ما هو الهلال اللي موجودين في المنتخب، ما هو هل ده معناه ان في اي مشاكل مثلا في اعدادهم قبل كده في الهلال نفسه؟ لا، ما اعتقدش ان الاصابه شهراني، يمكن الحارس اشترك معاه في المباراه، فدي طبعا ما لهاش علاقه مالهاش علاقه كلها بالتجهيزات يعني. بالظبط، لا كلها يعني اصابات التحامات في داخل الملعب، فحظهم طبعا. دي زي ما قلت لحضرتك اثرت على المنتخب السعودي في المباراه اللي بعد كده. وطبعا اعتقد ان هي هتاثر على الهلال السعودي في المباراه اليوم ان شاء الله. طبعا في مباراه ثانيه اتحاد جده النهارده في اختبار قوي امام التعاون، وطبعا التعاون مش هيكون سهل ابدا بالنسبه للاتحاد، لان هو كمان فرقه كونت نفسها الحقيقه من السنين السابقه او المواسم السابقه بشكل جيد، وفازوا كمان بكاس الملك. فيعني لقاء برضو هيكون قوي جدا. بقيه المباريات بقى الفتح مع الشباب مباراه مهمه كمان، الباطن مع الرائد، الفيحاء مع الطائي. طبعا يعني اللي حابب ان هو يستمتع بكره جيده عربيه وجميله يتابع الدوري السعودي، يتفرج على الدوري السعودي. وزي ما قلت لحضرتك مفيش مباراه في الدوري السعودي سهله. طبعا كل المباريات قويه، ودايما كل الدوري السعودي قوي جدا. يعني الفتره اللي فاتت يمكن بقاله مثلا 3-4 سنين متتاليه. يعني الموضوع قوي جدا. يمكن انا من زمان ما كنتش اتابع الدوري السعودي، لا فعلا من 3 مواسم او 4 مواسم بدات اتابع الدوري السعودي. دوري قوي. هناك عندنا في الكويت كله بيتابع الدوري السعودي بشكل، طبعا مع الدوري المصري. انا بالنسبه لي يعني بتابع الدوري المصري، لكن كل الكويتيين هناك في الكويت بيتابعوا الدوري السعودي. يمكن هو الدوري الاول عندهم هناك. ويمكن يعني في يعني زي ما بيقولوا مجموعات او جروبات بتشجع مثلا الهلال، بتشجع الاتحاد، بتشجع النصر. فالدوري السعودي واخد حيز كبير هناك في الكويت من حيث التشجيع يعني. فنتوقع ان شاء الله المباريات دي كلها تكون قويه بالظبط بعد مشاركته في المونديال، فاكيد يعني عايزين يظهروا باحسن صوره يعني. بالظبط، مفيش مباراه سهله ان شاء الله في الدوري السعودي ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا هننتقل دلوقتي الى المملكه العربيه السعوديه مع الاستاذ عثمان الشلاش، هيكلمنا عن حصاد 2022 للقرى السعوديه واهم الاحداث كمان اللي حصلت عام 2022. مساء الخير استاذ عثمان، اهلا بحضرتك معانا، وبنشكرك طبعا على المجهود الرائع اللي قدمته معانا في 2022 من خلال طبعا التواصل معانا على الهواء من المملكه العربيه السعوديه. كمان بنقول لك كل سنه وانت طيب، ونتمنى لك سنه جديده باذن الله سعيده على اسرتك وعلى كل المملكه. استاذه رانيا، تحيه طيبه لك ولمتابعي برنامج رياضه اونلاين بالعربي ولمتابعي قناه النيل سبورت، وتحيه لضيفك الكريم وللزملاء في القناه، وتحيه لكم مع نهايه عام 2022 ونحن نقترب أو على مقربة من دخول عام 2023. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عام جديد وحافل بالمنجزات الرياضية. في المملكة العربية السعودية طبعا هناك عدد من الأحداث الأبرز، لعل أبرز الأحداث الرياضية في العام المنصرم هو حصول نادي الهلال على درع دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصول نادي الفيحاء على كأس الملك. الأبرز والأبرز دائما هي مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأرجنتيني. في الموسم الماضي أيضا حقق المنتخب السعودي بقيادة المدرب الكابتن سعد الشهري حقق بطولة آسيا. المنتخب السعودي للمنتخب الأولمبي السعودي حقق كأس آسيا. أيضا منتخبات الألعاب الفردية حققت عدد من المنجزات وعدد من الميداليات في عدد من المشاركات الرياضية المختلفة سواء على مستوى العرب أو على مستوى الأولمبياد. احنا دائما تحدث عن المنجزات السعودية بكل فخر واعتزاز
اليوم لا شك أننا نعيش طفرة رياضية كبيرة بدعم مباشر من قبل قيادتنا الرشيدة، بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. الرياضة السعودية تحقق عدد كبير من المنجزات الرياضية على المحلية والقارية. أيضا اختيار نادي الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية. طبعا أستاذ راني، نحن نودع هذا العام عام 2022 نتمنى الحقيقة للرياضة السعودية والرياضة العربية مزيدا من المنجزات، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الوطن العربي بخير وسلام. هذا ما لدي عزيزتي في هذه الرسالة المختصرة. تحية طيبة. شكرا لحضرتك استاذ عثمان الشلاش على هذا الرساله الرائعه، ونتمنى باذن الله كل التوفيق للمنتخب السعودي، لان احنا فعلا اكتشفنا خلال المونديال ان اي تقدم عربي لاي منتخب عربي ده بيعود للخير على جميع المنتخبات. وده يمكن يعني كان واضح جدا مع وصول المغرب الى المركز الرابع في المونديال. صعدت من خلال وصولها مقعدين من افريقيا الى يعني المونديال العام ان شاء الله 2026. فده نقول خير للجميع. وطبعا هو حضرتك النهارده المنتخب السعودي عمل شكل ظهر بشكل كويس جدا، المنتخب طبعا المغربي وصل لنتيجه كبيره جدا، المنتخب ايضا التونسي فاز على فرنسا. النهارده العالم كله بينظر لنا بنظره مختلفه تماما عن قبل. خلاص منتخب عربي، فكان المباراه تقريبا كان بتبقى محسومه، لكن النهارده مباريات المنتخبات العربية كلها ما عدا طبعا المنتخب القطري، كل المنتخبات العربية اللي كانت موجودة في المونديال ما كانش حد يتوقع الفوز أو الخسارة ليهم إلا داخل الملعب. فده طبعا عكس الرؤية أو عكس وجهة النظر اللي كانت متاخدة على المنتخبات العربية في السابق. لكن حاليا الحمد لله العالم كله حتى الفيفا بينظر لنا بوجهة نظر مختلفة. نروح كده الأخبار الكرة اليمنية، وطبعا المنتخب اليمني متواجد هذه الأثناء في القاهرة. بنرحب طبعا بأشقائنا اليمنيين، والمنتخب اليمني في مصر هيواجه ترسانة وديا على ملعب الترسانة، ده ضمن تحضيرات المنتخب اليمني لكأس الخليج العربي لكرة القدم اللي هتنطلق يوم 6 من الشهر المقبل في محافظة البصرة. علشان كده هم موجودين طبعا لخوض المباريات الودية وأيضا إقامة المعسكر المغلق. أخبار أخرى عن اليمن. تمام. طبعا المباراة اليوم هي المباراة الأخيرة للمنتخب اليمني، بعد كده هيواصل يعني الحصول على مباريات أخرى قوية مع أحد الأندية المصرية، بيسعى طبعا لتعويض غياب المباريات الدولية الودية، لأن طبعا منتخب اليمن بسبب الظروف مش بيشارك كتير في البطولات يعني. بالظبط، هم عايشين ظروف معينة عندهم في اليمن، يمكن عندهم الكورة شوية متأخرة، فهم طبعا ان هم يختاروا ان هم يكونوا متواجدين في القاهرة. ده طبعا بيرجع ان الاحتكاك عموما اللي هم هيكتسبوه من المباريات الوديه اللي هم هيلعبوها هنا مع الانديه المصريه. منتخب معظم برضو الفرق اللي كانت قبل كده معسكراتها او اتجاهاتها كانت دايما بيكون للقاهره، طبعا لقوه اولا للظروف المناخ للامور اللي هي بنقول عليها سهله بالنسبه للفرق العربيه عموما. ومن ناحيه ثانيه طبعا اللي احنا زي ما اتكلمنا المنتخب اليمني بيدور على احتكاك قوي، وده طبعا هيلاقيه مع الفرق المصريه. يمكن النهارده بيبدا بالترسانه، اكيد هيشوف بعض الفرق الثانيه، يمكن هيحاول برضو يشوف فرق في الدوري الممتاز يشترك معها ويحتك معها بحيث ان هو يستعد بشكل كويس بشكل قوي للبطوله المقامه في البصره، بطوله طبعا الخليج. فنتمنى طبعا التوفيق للمنتخب اليمني. هيشارك المنتخب الكويتي فيها؟ طبعا المنتخب الكويتي بيستعد بشكل كويس ليها، يمكن عنده مباراه وديه زي ما قلت لحضرتك من شويه مع المنتخب العراقي. بعد كده هيدخل لمعسكر مغلق. بعد كده يرجع تاني على بدايه البطوله ويبدا طبعا يشارك. المنتخب الكويتي مشارك، المنتخب الاماراتي مشارك، يعني بعض المنتخبات طبعا الخليجيه مشاركه، لكن السعوديه لا. السعوديه اعتقد لو هتشارك تقريبا كنت سامع ان هي هتشارك بالرديف. بس لحد الان مش متاكد قوي يعني من المعلومه، لكن المعلومه اللي كانت وصلت لي ان هم يشاركوا بالرديف.
حتى المنتخب القطري كانوا بيقولوا برضه ان هو يشارك بالرديف. ده الكلام اللي هو ان انا لان هم محتاجين كمان انهم يبتدوا بقى يظبطوا الدوري يعني كمان، واللاعبين يرتاحوا برضه شويه وكده. الدوري توقف بشكل كبير، وطبعا ممكن يدوا فرصه كبيره للاعبين تانيين يظهروا ويشوفوهم، يمكن يتولد نجم جديد ينضم للمنتخب الاول، فشيء متوقع يعني. وبعدين فكر كويس ان هم يفكروا يشاركوا بالرديف. طبعا نتمنى لهم التوفيق باذن الله ان شاء الله. هنروح لحصاد الكره الاماراتيه الموسم 2022. المنتخب الاول كان بينافس حتى رمق الاخير على بطاقه التاهل لمونديال 2022 لكن للاسف خسر امام استراليا اللي طبعا صعدت الى المونديال. كمان منتخب الناشئين مواليد 2006 نجح في التاهل الى الدور نصف النهائي لبطوله غرب اسيا الثامنه للناشئين في السعوديه. ايضا المنتخب الاولمبي تحت 23 سنه المنتخب الاماراتي ودع كاس اسيا 2022 اللي اقيمت طبعا في اوزبكستان من الدور الاول، ورغم خروجه فان المنتخب تاهل بجداره الى النهائيات بتصدره ترتيب المجموعه الخامسه في التصفيات اللي استضافتها مدينه الفجيره في اكتوبر من العام الماضي. المنتخب الاولمبي ايضا الاماراتي خرج من الدور الاول لبطوله غرب اسيا للمنتخبات الاولمبيه في السعوديه، ومنتخب الشباب 2003 ايضا خرج من كاس العرب تحت 20 سنه في مصر. كمان كان في خروج من بطوله اتحاد غرب اسيا للشباب في العراق نوفمبر 2021 ضمن المجموعه الثانيه اللي ضمت الى جانبه منتخبات الاردن وسوريا ولبنان. يعني نقول سبوت كده على حاله المنتخبات الاماراتيه على الرغم من ان الدوري الاماراتي والملاعب الاماراتيه. طيب هنروح بالاول سريعا قبل ما نتكلم عن الامارات الى اليمن. بنستقبل رساله الاستاذ رياض الجيلاني الاعلامي والصحفي اليمني، هيكلمنا اكتر طبعا عن الكره اليمنيه والحصاد خلال 2022 وايضا عن رايه في يعني كل ما حدث من احداث الكره العربيه خلال هذا العام. مساء الخير استاذ رياض، اهلا بحضرتك وشكرا طبعا على التعاون معنا خلال عام 2022 مع البرنامج الكره العربيه، وكل سنه وانت طيب، عام جديد سعيد، ونسمع منك اكتر عن الكره اليمنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محبي متابعي برنامج الكره العربيه، وتحية لك مني زميلتي رانيا صلاح ولضيفك الكريم. طبعا نهاية العام 22 والحقيقة أن من يفتح نافذة أو باب الكرة اليمنية بعد نهاية هذا العام سيسمع ضجيج الدمعة الأولى. نعم زميلتي رانيا، برغم الحالة الكارثية التي تعيشها اليمن منذ سنوات طويلة، سنوات الحرب، إلا أن مشاركة منتخباتنا الوطنية لكرة القدم طبعا لا تزال حاضرة، وربما يأتي ذلك تحت ضغط الشارع الرياضي على قيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم وأيضا ضغط الاتحاد الدولي. بعض هذه المشاركات للأسف يعني حالها كالإبريق المكسور، وبعض هذه المشاركات لمنتخباتنا الوطنية الأول الناشئين الشباب حاول أن يكتب خلال العام 22 على لوح المنافسات أنا اليماني لا زلت موجودا. وبطبيعة الحال تبقى كرة القدم هي المتنفس لعشاقها في اليمن وفي مختلف أنحاء العالم. طبعا شهد العام 22 عودة دوري يمني ولكن بنظام المجموعتين، والحقيقة أنه استمر لفترة زمنية قصيرة جدا جدا، لم تتجاوز شهرا واحدا. ولكن المفاجأة لم تكن في قصر مدة دورينا. المفاجأة عزيزتي الأحباء المشاهدين كانت بتحقيق الفريق الريفي فحمان للقب الأول في تاريخه وفي تاريخ محافظة أبين في مسابقة تحمل اسم الدوري اليمني لكرة القدم للمرة الأولى كما قلت. طبعا فحمان بقيادة المدرب اليمني الكبير اللي هو حالي مدرب منتخب الناشئين محمد حسن البعداني الذي حقق مع فحمان ما يمكن أن نطلق عليه الإعجاز، تمكن من التغلب
على كبار القوم في هذه المسابقة، حتى ولو كانت قصيرة في مدتها، فقد هزم أهلي صنعاء والعملاق الآخر وحدة صنعاء، وهي أندية تحتفظ في خزائنها بالكثير من ألقاب الدوري اليمني في تاريخه الطويل. فحمان في طريقه نحو لقبه الأول استطاع أن يتغلب على هذه الأندية الكبيرة. وكما قلت بالنسبة للدوري اليمني كما قلت سابقا لا يوجد الكثير من الحديث عنه كونه متوقف منذ سنوات عديدة، وبالتالي أجد نفسي مضطرا للذهاب مباشرة للحديث عن المنتخبات الوطنية، الشباب الأول الناشئين، ولكن البداية ستكون مع المنتخب الوطني الأول الذي كان العام 22 كارثيا بالنسبة له، حيث فقد فرصة التواجد في نهائيات كأس آسيا عام 2022 بعد خروجه بخسارة كارثية أمام المنتخب الفلسطيني الشقيق بخماسية نظيفة، سبقها تعادل أمام الفلبين بدون أهداف، ثم الخسارة المفاجئة أمام منغوليا بهدفين دون رد في المجموعة الثانية المؤهلة للتصفيات لنهايات كأس آسيا القادمة. وطبعا ذلك كان تحت قيادة المدرب الجزائري عادل عمروش، هذا الرجل الذي لم يسمع الشارع اليمني صوتا له في أي حديث صحفي سواء قبل التصفيات أو بعد الخروج الكارثي كما قلت في منغوليا بعد الخسارة أمام فلسطين وأيضا منغوليا. فبالتالي يظل منتخب الناشئين هو العلامة المضيئة في سماء كرة القدم اليمنية، حيث تأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2022 كأس آسيا للناشئين المقرر إقامتها في المنامة بعد تصدره مجموعته الخامسة على حساب البلد المضيف للتصفيات بنغلاديش إلى جانب سنغافورة وبوتان. منتخب الناشئين كان خلال العام 22 ضمن الأربعة الكبار لبطولة كأس العرب التي أقيمت في الجزائر، وهذا يعتبر إنجاز كبير بالنسبة للكرة اليمنية على مستوى الناشئين. لكن منتخبنا للناشئين يعني خسر. أستاذ رياض الجيلاني، طبعا بنشكر حضرتك جدا على هذه يعني الرسالة والحصاد الرائع. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للكرة اليمنية، وفعلا المنتخب اليمني منتخب مكافح وبيذلل أي صعاب الحياة على قد ما يقدروا مع مدير فني وطني، فده شيء رائع يعني. بالظبط، المنتخب اليمني منتخب او شعب جميل يستاهلوا التوفيق ويستاهلوا كل خير، ان شاء الله نشوفهم في تقدم وتقدم باذن الله. باذن الله. كنت بسأل حضرتك قبل الرساله عن منتخبات الامارات، يعني على قد ما يعني موفرين كل شيء ماديا وبنيه تحتيه لكره القدم، ولكن نتائج المنتخبات كلها تقريبا السنه دي كانت يعني غير موفقه خالص. يمكن احنا اتكلمنا عن المنتخب الاول ومنتخب الناشئين ومنتخب تحت اللي هو الاولمبي تحت 23 سنه، يمكن جميع النتائج مش في صالح المنتخب الاماراتي. طبعا دي علامه استفهام كبيره جدا. الامارات بلد كبيره فيها كل شيء متوفر من بنيه تحتيه للملاعب لانديه لعناصر. يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده الامارات عندها كل المؤهلات اللي هي تاهلها اللي هي توصل اولا كاس عالم، توصل بنتائج افضل من النتائج اللي احنا شايفينها. طبعا يمكن هم متبعين استراتيجيه معينه، لكن انا اعتقد الاستراتيجيه دي لازم تتغير طبعا الاتحاد وده الاماراتي. دور الاتحاد الاماراتي بالظبط، دور الاتحاد الاماراتي ان هو الفتره اللي جايه يفكر ويعيد حساباته من جديد، لان هم الخط كده اللي هم ماشيين عليه مش مظبوط. اتحاد خان يونس كمان دي، يبقى طبعا هنروح للكره الفلسطينيه. اتحاد خان يونس بيهزم شباب رفح بثنائيه قنديل وابو عبيده. بعد النتيجة رصيد شباب رفح 21 نقطة في المركز الثالث، واتحاد خان يونس استعد المركز الخامس برصيد 16 نقطة، ده في إطار الدوري الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة.
طبعا ده كان اخر خبر معانا عن الكرة العربية، وطبعا بنقول مرة تانية للجميع كل سنة وهم طيبين، عام سعيد بإذن الله نتمناه على الجميع وعلى الكرة العربية، وإن شاء الله يعني نشوف بقى يعني إنجاز كبير في عام 2023 كابتن أحمد، زي إنجاز كده المغرب وإنجاز قطر كمان بتنظيمها الرائع للمونديال، وإنجاز المغرب كمان ووصولها إلى رابع العالم. بالظبط، احنا طلعنا طبعا من 2022 الحمد لله بحبه امور ايجابيه بالنسبه للرياضه يعني. طبعا قطر نظمت حاجه تدينا احنا دافع ان احنا نكون حماسيين الفتره الجايه. لا السنه دي الكره العربيه يعني احلى سنه للكره العربيه طبعا طبعا الحمد لله يعني. يمكن وزير الرياضه عندنا طلع وصرح انه مصر تقدر ان هي تنظم كاس العالم. طبعا نتمنى ان نشوف مصر في يوم من الايام بتنظم كاس العالم، طبعا شيء هيكون كويس لينا ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير وشكرا على الحلقه الجميله شكرا لحضرتك، كل سنه وانتم طيب. وحضرتك طيب يا كابتن. ونشكر كابتن احمد رضا حميده مدرب نادي القادسيه الكويتي على التواجد معنا النهارده في الكره العربيه. بنشكركم كمان مشاهدينا الكرام لحسن متابعه حلقتنا النهارده من الكره العربيه. هنقابلكم باذن الله الحلقه الجايه وهتكون اول حلقات العام الجديد. كل سنه وانتم طيبين ونتمنى لكم عام جديد سعيد. الى اللقاء.